ناشد العشرات من المواطنين المستثمرين في إحدى شركات القطاع الخاص رئيس الوزراء ووزارة الداخلية باسترجاع حقوقهم بعد توقف الشركة عن العمل لأسباب مجهولة، مطالبين الجهات المعنية بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع أموالهم التي بحوزة أصحاب تلك الشركات. من ضمن المصانع معمل البورق، أنا شخصيا رحت شفت معمل البورق قبل لا أستثمر به، ومن رجعت ورا شهرين استثمرت يمه على اساس انه الرجل يعني يبيع لنا اسهم، اشترينا اسهم واحنا شركاء. وحاليا هسه بعد 8 اشهر لا ارباح ينطينا ولا اسهم نسجلها بمسجل الشركات، فالشغله صارت نصب واحتيال. ولا يدخلنا على الحساب زين، ولا نعرف، لا نعرف انه ايش باع، لا نعرف ايش اشترى، نوب يقول معمل عاطل، نوب نروح على الوكلاء يقولون عمدنا نسحب منه سحب مو طبيعي، يعني يوميه تريلتين او 3 تريلات، اما من نجي نداعي بارباحنا او براس مالنا والله يقول المعمل عطل. ناشد السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الداخليه والسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى. دخل مجال الاستثمار في العراق وبدأ الكثير يتجه إلى مجال الاستثمار، ولكن للأسف هناك معرقلات كثيرة، ربما قد تكون قانونية وربما قد تكون شخصية لدى الأشخاص الذين تابعوا لهذه الشركات الذين لم يكن لديهم باع طويل في هذا المجال. فلما دخلنا بالمشروع عيني أبو المشروع شوية شوية يغلص بيها، وهذه أثرت علينا. هاي صارت 8 أشهر. 8 أشهر احنا نريد انه فوائد، هذه لا ينطينا فوائد ولا نعرف وين ودى الفلوس، والاستثمار اللي اخذه هو ب4 مليارات اخذ 10 مليارات.